السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. مشكلة من عياده بيقول أنا عندي مشكلة بجد، أنا متجوز ومخلف وبعدين اتعرفت على واحدة مطلقة وقعدنا فترة نتكلم وبعدين حبيتها جدا ودلوقتي الدنيا معايا بقيت بايظة، بقيت كل شوية بعمل مشاكل كتير في البيت لدرجة إني كنت هوصل إني أطلق أم ابني. دلوقتي أنا حبيت اللي كنت بكلمها وعايز أبعد عنها عشان نفسيتي تعبت ومش عايز أخسر أم ابني عشان بقينا كل يوم في مشاكل على طول. عايز أبعد عن اللي بكلمها بس مش قادر أتخطى اللي كنت بكلمها عشان حبيتها. عايز حل يا جماعة. بص، عامة انت مش ضحية في الموضوع دوت، تمام؟ ان انت رحت من نفسك اتعرفت على واحدة وانت متجوز، تمام، فحبيتها. دي نقطة. تاني نقطة، مراتك ضحية فما ينفعش تيجي عليها في اي حاجة من الاحوال، ما ينفعش تظلمها، تمام؟ بص، انت دلوقتي اتعرفت على واحدة فالمشكلة حصلت، فانت قدامك حل من حلين، اختار من اختيارين مفهومش تالت. اول حاجة، تمام، اول اختار معاك ان انت معلش تختار بيتك وتختار ام ولادك وتفضل معاها، تمام، وتكمل حياتك معاها وتنسى الست اللي اتعرفتها، تمام. ده اول حل. تاني حل معاك، لا يبقى معلش انا اسف لنفسك، خليك راجل، ولو انت شايف ان انت عايزها فاتجوزها، تمام. انت ليك حق وشرع ربنا محلك تتجوز تاني، بس برضه ليك ربنا مشرع لمراتك الحق انها تختار تكمل معاك او لا. فانت دي حياتك انت اللي انا مهما قلت لك مش هقدر ان انا افيدك في حياتك، ان انت حياتك انت ادرى بيها مني، مهما حكيت مهما اتكلمت انت ادرى بحياتك بيها مني، انا ما اعرفش حياتك ماشيه ازاي. فانت بقى انت دلوقتي انت اللي جبته لنفسك، فانت عليك الاختيار. لا الفلانه الجديده دي اللي انا حبيتها عايزه تكمل الحياه معايا ولا لا، هي دي الفكره. طب انا دلوقتي لو اخترتها هي، في تنازلات هقدمها، في عواقب هتترتب على الموضوع دوت. انا مراتي 90% مش هتتقبل الموضوع دوت، فكده انا بعدت عن ابني وخربت بيتي. ففي الاول في الاخر ده اختيارك، محدش يقدر يفيدك فيه غيرك انت. شوف نفسك، انت دلوقتي انت اللي جبته لنفسك، فانت تستحمل نتيجه الاخطاء. انا مش بقطم فيك ولا اي حاجه، بس انا بكلمك بصراحه، هي ما فيهاش اختيار. لا تبعد عنها تقول مش قادر، مفيش حاجه اسمها مش قادر، سبحان الله يعني. ابعد عنها، هي مش كيمياء. في الاول في الاخر انت طول ما انت بتقنع نفسك مش قادر تبعد عنها، لو ان انا حبيتها وان انا مش قادر استغنى عنها، فخلاص ما انت كده عملت حاجز في عقلك ان الست دي مش قادر تبعد عنها. فبالتالي مهما حكيت لو جت الدنيا دي كلها خلاص، ما انت القصه في الاول في الاخر انت عقلك خلاص خد الاوردر منك، خد الامر منك ان الست مش قادر تبعد عنها، فبالتالي انت مش قادر تبعد عنها. لكن لا، القصه مش كده. القصه ان انت اخترت بيتك فابعد عنها، الله يسهل لها الحال. شوف هي تشوف طريقها وانت تشوف طريقك. ويعني الافضل طول ما مراتك ما قصتش معاك، طول ما مراتك بيرضي الله معاك وابنك، ما تنساش ابنك في الاختيار، ما هو ابنك برضو مع امه، تمام. فلو انت اخترت الست الجديده اللي انت بتقول حبيتها، فصدقني احتمال كبير هتخسر امك، مراتك قصدي، وهتخسر ابنك. ففي الاول في الاخر ده اختيارك وربنا يوفقك لما فيه الخير. بس نصيحه من اخوك، لا خليك مع مراتك وابنك، صدقني دفع ابنك بالدنيا وما فيها. مشكلة من عدو معانا بيقول السلام عليكم، محتاج نصيحة لوجه الله. ملخص سريع، أنا مغترب منذ 15 سنة في أوروبا ونزلت مصر اتجوز وارجع تاني بعد شهرين. خطبت مرتين وعندي بيتي لوحدي لكن ما حصلش نصيب. اخواتي البنات والأولاد كل واحد فيهم في حاله، وكل واحد أو واحدة ليها شيء في دماغها غريب في موضوع جوازي. يعني كل واحدة منهم عاوزة واحدة تمشي معاها، أنا مش مشكلتهم. امي ترفض فكره اني اتجوز من الخارج، يعني اوروبا، يعني وعمري الان 65 سنه، والدي متوفي وما لقيت المساعده من حد والاخص من اهلي، وما اعرف عائلات كويسه كاني لوحدي. انا اصغر واحد في العيله، ايه الحل؟ والحمد لله قريب من ربنا والصلاه والقران، اسال الله ان يسهل امورنا ويرزقنا بالقرار الصائب. اللهم امين يا رب، يسهل لك امورك ويرزقك بالقرار الصائب. بص يعني عامه كل اللي انت بتقوله ده مشكلتك مش صعبه ولا اي حاجه. بص عامه انت ممكن عادي تتجوز من بره، يعني انت لو في دوله اوروبيه هتلاقي في جاليه مسلمه كتير، وهتلاقي في بنات ما شاء الله عليهم مسلمين، تمام. وعلى فكره يا جماعه، يعني الناس دول بالذات اسمهم ما شاء الله عليه، يعني متمسكين بالدين صح.
ما بقولكش مثلا ان انت ترفض هنا وتتجوز هناك، لا يعني مثلا لو انت عاوز تتجوز من مكان بلد اللي انت فيها الاوروبيه فعادي يعني، بس انت دور على ايه، خلي مقياسك في الموضوع دوت، اصر بذات الدين، هي السنه اللي عندها دين واللي على خلق، تمام. اما بالنسبه لاخواتك فالله يسهل لهم حال، يعني هي نعذرهم، نقولوا احوال الدنيا كده والمعايش بقت كده والوضع بقى صعب على الكل، فكل واحد بيقول يلا نفسي، تمام. فانا مش عايزك تربط نفسك بحد، ماشي. بالنسبه لوالدتك حاول تفهمها الموضوع بالراحه، والله يا امي ماشي انا دلوقتي 65 سنه وعايز اتجوز، تمام، ومقتدر وعندي القدره فلازم ان انا اتجوز، فانت شوفي لي حد، لو انت مش قادره تشوفي لي حد يبقى انا هقدر، يبقى انا ما قداميش حل غير ان انا ادور لنفسي. فهي لو ما قالتلكش اي حد، تمام، ان انت قول لها انا مش عايش هنا، يعني انا عامه عايش في اوروبا فبالتالي ما اعرفش حد هنا، فالدايره المحيطه بيا قليله جدا، دايره معارفي هنا قليله جدا، فانا يا امي لو انت مش تقدري تتصرفي وتشوفي لي اي حد بنت حلال كويسه وتقعد معاهم ان شاء الله يحصل في قبول وكده، تمام، فخلاص مش مشكله، انت كده كده في الدوله الاوروبيه في جاليات مسلمه كتير، والناس دول ما شاء الله على اسلامهم يعني بيبقوا داخلين الدين تمام باقتناع، فموضوع الدين عندهم ما شاء الله. بس انت في الاول في الاخر خلي مقياسك والهدف الرئيسي الاساسي اللي انت بتسعى ليه، وصل بذات الدين تربت يداك. ربنا يسهل لك الحال ويوفقك لما في طاعتك ويرزقك بالزوجه الصالحه والذريه الصالحه اللي تقر بها عينك، اللهم امين، انت وكل شباب المسلمين. مشكلة معانا من عدوى بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا منفصلة ومعايا أولادي بس الحياة صعبة وكنت بشتغل بس سبت الشغل لظروف، المهم قدمت تاني على الشغل وفي فكرة جت في دماغي بس مش قادرة آخد فيها قرار، فعندي مستلزمات عربية كبدة وصدق وجريل الهمبرجر، فكرت أشغلهم عشان منزلش وأسيب بيتي بس مش عارفة أبدأ إزاي، الفكرة دي أحسن ولا أنزل شغل بمرتب؟ بص عامة يا ستي، يعني انا ما فهمتش نقطه معينه كده في القصه دي او في المشكله دي. اول حاجه انت بتقولي عندك مستلزمات عربيه الكبده، فانت برضو قلت كلمه ان ايه عشان ما انزلش، يعني انت كده هتشغلي الموضوع ده اونلاين، يعني مثلا الحاجه تعمليها وتوزعها اونلاين، يعني تطبخي في البيت وتوزعها اونلاين، فيعني انا على حسب معرفتي الموضوع مش هينفع، ان موضوع الكبده والكلام من دوت عشان يتوصل اونلاين ما حدش يتقبله، ان الموضوع ده منتشر اصلا في كل المحلات منتشر، فعلى حسب معرفتي يعني وعلمي الموضوع لو انت هتعملي في البيت الكبده والكلام ده وتوزعيها سندوتشات وكده، تمام، صدقيني الموضوع مش هيبقى مجزي معاكي، يعني دوت على حسب يعني معرفتي البسيطه. لا لو انت مثلا لا قصه تانية، ان انت لا عندك مثلا عربيه كبده هتحطي المستلزمات دي فيها وباترية كبده ايا كان يعني وتشتغل وتقف في الشارع، فنصيحه لا، موضوع ما يستاهلش المجازفه دي، معلش احنا المجتمع عندنا ما بيرحمش وانت فاهمه كده، فالموضوع هيبقى معاكي صعب جدا، وكمان انت مطلقه ما فيش راجل معاكي، فطبعا اكيد فاهمه كلامي ان الموضوع هيبقى صعب معاكي جدا، وهتفتح ابواب للشر كتير وتفتح ابواب للقيل والقال، والوضع صدقيني يعني اي ست محترمه زي حضرتك مش هتتقبله، فلا لو كده خليكي في الاضمن في الافضل، خليكي في الشغل، هنشوف شغلانه كويسه تقدري توفقي فيها بين التزامات بيتك ابن اولادك يعني وكده والعمل، فانت يعني الاحسن لك لا شوفي شغلانه باجر ثابت، تمام، واتكلي على الله فيها. لا لو انت مثلا في افكار كويسه ممكن بدل موضوع الكبده والكلام ده ممكن تعمل اكل بيتي، يعني انا اعرف ناس كتير قوي ما شاء الله يعني اشتغلت في الموضوع دوت وكويس، حتى ممكن انت مثلا تبداي مثلا تشوفي شغلانه بس يكون اوقات عملها قليل، تمام، وتشتغلي فيها وتخلي الموضوع دوت اللي هو موضوع مثلا اللي هو اكلات الاكل اونلاين والاكل المطبخ البيتي دوت، تمام، يعني حاجه سنويه تشتغل واحده واحده تاتا تاتا فيها لحد ما انت تتعرفي ويبقى ليكي عملاء ليكي وليكي زباين، فتبداي انت ايه تتفرغي لها، عشان برضو الدنيا صعبه والمعيشه صعب، بس موضوع ان انت تقف في الشارع صدقيني موضوع صعب ما ينفعش باي حال من الاحوال، ربنا يستر عليك وعلينا ويوفقك في الخير.